صباح الفل عليكم أصحابي. أهلا بيكم في ليدي مرمر. النهاردة معادنا مع فيديو جديد من جوه المطبخ، وهو هنشوف مع بعض يومي بيمشي ازاي في المطبخ، وبرتب ازاي الشغل بتاعي وأولوياتي عاملة ازاي. بس النهاردة اليوم فيه شغل مضاعف شوية، لأن حصل معايا حاجة كده امبارح، انه أنا عندي مشكلة في ظهري، وحصل ان الأنبوبة بتاعة البوتاجاز خلصت وكان لازم أغيرها، لان بابانا ما كانش موجود في البيت. فشلتها الحقيقه وظهري تعبني شويه، فما قدرتش اعمل شغلي بتاع بالليل خالص، ما عملتش الروتين بتاع بالليل، وما شيكتش كده على الحوض والرخامات وكده. فبالتالي كان في مواعين جوه الحوض زائد مواعين الفطار بتاعت النهارده، فبقى في شغل مضاعف. والنهارده انا هقف هعمل اكل، فلازم يكون في ترتيب كده للاولويات علشان الدنيا ما تتدربكش واحس ان انا تعبانه يعني. قمت بدري النهارده شويه، الحمد لله النهارده افضل. وقلت اوريكم الشغل بتاعي هيمشي ازاي. شايفين الحوض كله مواعين اهو، مواعين الفطار، وفي كام طبق كده وكام حاجه، زائد اوريدي ان في مواعين ناشفه كده اهي على الرخامه محتاجه ترجع اماكنها في الدواليب. لو تفتكروا ان الصفايه دي كانت موجوده بالعرض كده مكان الصواني دي كده، بس انا بدلتها كده ووسعت لنفسي هنا قدام الحوض، عشان لو في حاجات كبيره محتاجه تتصفى تبقى الدنيا افضل يعني. آه، شايفين في شغل كتير اهو محتاج يترتب من اول وجديد. المواعين الناشفه دي اول حاجه هنشيلها، ونغير كمان الفوطه دي قبل ما ابتدي في اي مواعين جديده. وشايفين كمان بصوا الحوض مليان فيه شغل اهو، هنرتبه مع بعض وهوريكم بقسم المواعين بتاعتي ازاي. انا خرجت من الفريزر الاكل بتاع النهارده، الحاجه اللي هعملها دي كبد وقوانص، وده كمان اجنحه والرقاب بتاعه الفراخ. لو تفتكروا الفيديو بتاع تقسيم الفراخ بتاعي هحط لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. ده اكل النهارده. هعمل رز بالخلطه بالكبد والقوانص، وهعمل صينيه بطاطس بالاجنحه. نروح عند البوتاجاز كده، الحله دي فيها اكل من امبارح برضو ما دخلتش حاجه التلاجة. فيها سبانخ، بس انا مش هتتاكل معايا النهارده، فانا هعبيهم في الكيس من اكياس السندوتشات وادخلها على الفريزر ناكلها في يوم تاني، مع اي حاجه تاني، مع اي اكلات بواقي، او ممكن نعمل جنبها حبه رز، هنتصرف يعني. والرخامه هنا برضو فيها اهي شغل، شايفين؟ فعندنا حبه شغل حلوين. يلا بينا نبتدي كده ونشوف هنعمل ايه. انا هنا اهو شلت المواعين وغيرت الفوطه زي ما قلت لكم، ومسحت الصفايه دي كده، نشفتها كويس وحطيتها مكانها، هبتدي الشغل بتاعي. لازم تبقى الدنيا، المكان اللي هرص فيه المواعين يبقى رايق وهادي زي ما انتم شايفين كده، علشان اطلع عليه الشغل الجديد. اول حاجه عملتها هي اني حطيت في الباسكت ده كيس، علشان اي حاجه تخرج من المواعين بواقي ولا حاجه يبقى الكيس بتاعنا جاهز نحط فيه. الحوض اهو شكله كده، هنقسم الشغل اللي فيه. انا بعمل المواعين على 3 مراحل. بجمع الكوبايات لوحدهم، كل الكوبايات والمجات لوحدهم في مرة، الاطباق والعلب والحاجات دي في مرة، والمعالق والشوك والسباتيولات والادوات دي في مرة تانية. شايفين الاطباق دي فيها بواقي اكل، ما تقلقوش، قبل ما هنغسلهم شايفين رز وحاجات، فما تقلقوش الدنيا هتتظبط يعني. مش هنغسلهم ابدا وفيهم بواقي اكل. لا، انا ليا طريقتي كده هوريها لكم طبعا واحنا شغالين مع بعض. هنقسم بقى بقيه الشغل بتاع اللي جوه الحوض ده كله، وارجع لكم ونشوفوا انا هعمل ايه في كم المواعين دي. اهو هنا كده شايفين الحوض بقى فيه المجات والكوبايات بس، وطلعت بره والازايز بتاعت اللبن دي، وطلعت بره المواعين اهي. هحطهم طبعا على الرخامه التانية عشان اعرف اشتغل. وفي العلبه دي كده، علبه برضو كانت محتاجه تتغسل، انا حطيت فيها كل المعالق والسباتيولات والسكاكين والحاجات دي كلها في العلبه دي. اول حاجه هعملها زي ما قلت لكم، هغسل الكوبايات. طبعا الكوبايات ليهم السبونجه بتاعتهم لوحدهم غير بقيه المواعين. عايزه اقول لكم كمان ان انا بلبس جوانتي وانا بغسل المواعين،
انا زي كل الستات ما كنتش متعوده على الجوانتي ده ولا بعرف اشتغل بيه. كنت دايما بحب المس يعني المس المواعين بايديا كده. بس لقيت ان ايدي اتضررت بسبب اني بشتغل بميه سخنه، وكمان مهما كانت جوده سائل التنظيف فهو فيه مواد كيماويه. فاتعودت اني البس الجوانتي، بس لقيته ان مهما كانت جودته عاليه وسعره غالي برضو بيدخل ميه لايدي من جوه كده من فوق. استخدمت التوك بتاعت بناتي اللي هي ما بتتلبس، وثبت بيهم الجوانتي. يلا بينا نشوف هنعمل شغلنا ازاي. زي التقسيمه اللي قلت لكم عليها كده. اهي المواعين الاطباق سوري الكوبايات والمجات، ودي الاسبونشة اللي بغسل بيها الكوبايات، دي الاسبونشة بتاعته. دي كده دي سبونشة الكوبايات والمجات، ودي سبونشة الاطباق والمعالق، لازم يكونوا منفصلين عن بعض. هبتدي بقى اغسل الكوبايات، وانا بالحقيقه بغسلهم كلهم مره واحده، يعني مش بغسل كوبايه واشطفها واغسل كوبايه، لا بغسل كله مره واحده. وطريقه تقسيم المواعين اللي انا عملتها قدامكم دي بتساعدني ان انا اعمل كده. الطريقه دي حلوه، بتوفر في المجهود وتوفر في الوقت، وكمان بتوفر في الصابون السائل. هغسل معاكم كده. هغسل الاول كل الكوبايات مره واحده كلهم، وبعدين اشطفهم. غسلتهم كده كلهم، هبتدي برضو اشطفهم كلهم مرة واحدة. اشطفهم كلهم كده. وزي ما قلت لكم كنت الاول متعودة ايدي تلمس المواعين عشان اتأكد ان هي نطفت كويس، بس كمان دلوقتي الجوانتي يعني خلاص طالما اتعودت عليه خلاص مفيش مشكلة. الحكاية كلها مسألة تعود. هشطف الكوبايات كلها. واحدة واحدة. وشايفين انا بحس كمان بالحاجة وهي في ايدي، حتى وانا لابسة الجوانتي شايفين انا حاسة بيها اهي بايدي. شايفين زي ما قلنا المسألة مسألة تعود. كل حاجة في بدايتها بتبقى مش سهلة، بتبقى صعبة، لكن التعود على الحاجة. في مقولة بتقول انه لو استمرنا على شيء 30 يوم متواصلين اصبح عادة على نفس الشيء، يعني كل يوم نعمل نفس الحاجة لمدة 30 يوم فده اصبح عادة يعني. فحتى بيقولوا لو عايز تنمي حاجة معينة عندك زي القراية مثلا، زي رياضة معينة او كده، استمر عليها 30 يوم، وده هيبقى عادة عندك متواصلة، يعني من نفسك هتبقى بتعملها خلاص، اتعودت عليها وحصل برمجة كده للمخ ان ده يعني العادة دي بتحصل في الوقت ده، فخلاص بقت تلقائيا مش محتاجة تفكري نفسك بيها ولا تعودي نفسك عليها، لان هي اوريدي بقت عادة. هخلص كل الكوبايات. فاضل عندي الازازه بتتغسل ازاي؟ بالفرشه بتاعه الازايز دي. انا حاطه هنا ميه وحبه صابون سائل صغيرين، وهبتدي اغسلهم بالفرشه. الفرشه فيها جزء من قدام كده بيوصل لحد قاعده الازازه، بيخليني اغسلها كويس. شايفين؟ وبغسل الجناب كويس قوي من جوه بالفرشه، بميلها شمال ويمين كده بحيث اقدر اوصل لكل جزء في الازازه. وبغسل فوهة الازازة كمان من بره بقى بالسبونشة اهو، علشان الازازة دي انا بحط فيها لبن، فببقى محتاجة اركز شوية في غسلها. وهغسلها من بره، وهتشوفوا الازازة هتبقى زي الكريستال دلوقتي. اشطفها كويس واتأكد اني شطفتها من كل الصابون. انا عندي الازازة دي بحط فيها خل. بصوا هعمل ايه. هحط المية والصابون اللي هنا هنقلهم في الازازة التانية، واشطف ازازتي دي كويس، وارجع اغسل الازازة التانية بنفس الطريقة. هشطفها اكتر من مرة لحد ما المية تنزل صافية خالص، ما فيهاش اي شوائب صابون يعني. هخلص الازازة دي وارجع اغسل الازازة التانية. شايفين النتيجة بتاعت الازازة شكلها ايه؟ اهي زي الكريستال، نضيفة جدا. خلصت كل الازايز وخلاص. هشطف بقى السبونشة دي بتاعة الكوبايات، اعصرها كويس جدا واشيلها، انا مش محتاجاها تاني. واجيب الاسبونجة بتاعة الاطباق
هكب دول كده في الحوض واغسل الاول العلبة. بصوا هغسلها الاول كويس جدا جدا، لاني هغسل بعد كده المعالق واحطهم فيها. هغسلها كويس من كل الجناب بره وجوه. عايزه اقول لكم حاجه في غسيل المواعين، انا بشوف حاجات عند ناس يعني بلاحظ ان في حاجات كده ايه بتعدي عليهم، يعني مثلا زي مثلا الحروف الصغيره بتاعه العلب دي ما تتغسلش. يعني الحاجات الصغيره دي بتفرق على فكره في مستوى النظافه جدا جدا. بشوف ناس تغسل المعلقه من فوق كده، المكان اللي بناكل فيه، واليد بتاعتها بتكبر دماغها منها، مش عارفه. هغسل كده كل الحاجه كلها وهشطفهم. طبعا دول مش محتاجين اي حاجه، هشطفهم وارجع لكم. فاضل اخر جزء في المواعين وهي الاطباق والطاسات بقى او اي حاجه. شايفين الباسكت الصغير اللي انا حاطاه في الحوض ده، اللي احنا اتفقنا عليه في اول الفيديو، كنا مره عاملين عنه فيديو منفصل. ده انا حاطه لي في الحوض دلوقتي، ده اي بواقي اكل في الاطباق او في حاجتي اللي هغسلها دلوقتي بنزلها فيه، علشان ما يوصلش بس للليفه بتاعتي اللي هستخدمها اي بواقي اكل فتبقى مش حلوه ويبقى صعب تنظيفها وتتنقل للمواعين تاني. فهنزل كل البواقي بتاعت الاكل اللي في الاطباق هنا في الباسكت. بواقي الرز، كله كده بنزله بنفس الطريقه في الباسكت ده لحد ما تبقى الاطباق بتاعتي كلها ما فيهاش اي حاجه، عشان نبتدي نشتغل فيها بقى يعني براحتنا كلهم ورا بعض. بعدين هرفع الباسكت من الحوض، خلاص مش محتاجاه. هرفعه من الحوض وابتدي اشتغل بقى في الاطباق بتاعتي عادي. انا هشتغل بايه؟ بزود بس على الاسبونشة اللي انتوا شفتوها بتاعت الاطباق، بزود السلكة دي بحطها فوق الاسبونشة كده، عشان الاطباق دي كان فيها طبيخ بس فلازم اعمل بيها. خلصت الاطباق كلها، فاضل بس الحله. عايزه اوريكم بس نوعين من السلك. دي السلكه المدوره الاستانلس، ودي كمان السلكه اللي هو الناعم اللي هو بيبقى مصنوع من الحديد ده بيصدي مع الاستخدام، فلازم تتغير كل يوم. السلكه الخشنه دي اللي هي الاستانلس دي بيتعمل بيها الاستانلس والاطباق، لكن الناعمه دي للالومنيوم. ما ينفعش استخدم الليفه الاستانلس دي، ما ينفعش اعمل بيها الالومنيوم لانه هيتخربش ويتجرح مني. بس بتاعه الالومنيوم دي لازم تترمي يوم بيوم، لانها بتصدي بمجرد تعرضها للميه والهواء، بتتاكسد وتصدي. اغسل بقى عادي الحلل بتاعتي عادي. انا عايزه اقول لكم ان الليفه الستانلس دي انا كنتش بستخدمها ابدا، كانت دايما بتقشعرني كده وانا بستخدمها. بس يعني صاحبتي قالت لي لا، هي هتفيدك قوي في الستانلس، وفعلا نتيجتها ممتازه. وعايزه اقول لكم زي ما بقول لكم، مع التعود خلاص اخدت على استخدامها. انا كده خلصت تقريبا المواعين بتاعتي كلها. ادي كل المواعين اهي اترصت وسايباها تتصفى، والحوض فاضي اهو، بس لسه ما غسلتهوش لان لسه فيه طبخ هعمله. وبدات اجهز حاجتي اهي. السبانخ حبيتهم في كيس من بتوع السندوتشات وهحطها في الفريزر. وبدات اجهز الفراخ والبطاطس، وفي كمان حاجات على النار شغاله فيها. عايزه اقول لكم كل ما حاجه تتوسخ مني وانا بطبخ بغسلها اول باول عشان المواعين متتراكمش. عايزه اوريكم اهميه الباسكت. شايفين يا جماعه في اخر لسه كمان ما خلصتش طبخ، قشرت بصل وهنا حطيته وبطاطس وهنا. ده بيخلي المطبخ دايما متنظم ومترتب زي ما قلت لكم، وما فيهوش اي دربكه. بعد ما بخلص خالص بلم الكيس وبرميه في الباسكت الكبير بتاع المطبخ، وبكده تبقى الدنيا نظيفه خالص والرخامات زي الفل. انا كده خلصت ترتيب الشغل النهارده الصباحي، يعني الشغل الصباحي بتاع المطبخ، ورتبت فيه كل الحاجات اللي هعملها. قومي تشجعي لو وراكي حاجات في البيت ما اتعملتش او في المطبخ، يلا اتشجعي واعمليها، هتنجزي. انتي شاطره وتقدري تعملي حاجات كتير. هستناكم في فيديو جديد. باي باي.